اللي متابعني او يعرفني كويس عارف ان انا بحب الزرع جدا، لدرجه ان انا ساكن في دوبلكس مش فيلا يعني، ومع ذلك عامل روف جاردن اولموست 100 متر فيهم فوق 60 زرع. بس انا مش جاي اتكلم في الحلقات اللي جايه دي، مش هتكلم على الزرع الجمالي، هتكلم على الزرع البراكتيكال. يعني ايه براكتيكال؟ هو بتستخدمه، يعني انت زرع شكله حلو وكل حاجه، عامه اي حاجه خضراء شكلها حلو، ولكن احنا هنتكلم في مجموعه الحلقات الصغيره دي عن الزرع اللي انت ممكن تزرعه عندك في البلكونه وتاكل منه او تستخدم منه في المطبخ، بما ان انتوا عارفين اهتمامي بكل ما هو اكل يعني. طيب هطلع افتي كده؟ لا مش هطلع افتي، هجيب حد افنى حياته في حب الزرع، وهو صديقي محمد شردي. راجل من حبه للزرع، هو راجل اعلامي وصحفي وسياسي ولكن من حبه للزرع وصل انه عمل مشتل طلع امهات الزرع يعني. فهعمل لكم مجموعه الحلقات اللي جايه دي، كل واحده مثلا دقيقتين ثلاثه، عن حاجه من الحاجات اللي ممكن تزرعها في البلكونه وتستخدمها في مطبخك، وازاي تعتني بيها عشان مش تجيب الزرع كده كام اسبوع وتقوم بايظه. اوكي، تابعونا بقى سواء على الفيسبوك او على انستجرام او على تيك توك او على يوتيوب، مراد مكرم الرسمي. هتلاقوا الحلقات الصغيره دي انا وصديقي محمد شردي بنقول لكم تقدروا تزرعوا ايه وتجيبوه منين وتستخدموه ازاي في اكلكم.